السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي نعمل مع بعض خلطة السحلب الجميلة دي. عايزة اقولك هنعملها بطريقة حلوة قوي، طريقة سهلة كده هتوفر معاكي كتير. طبعا انتوا عارفين ان احنا خلاص بقينا في فصل الشتاء، وطبعا السحلب من احلى المشروبات اللي احنا بنحب نشربها في الشتاء. النهارده بقى جاي نعمل خلطة حلوة قوي سهلة كده. خليكي معايا لاخر الفيديو علشان تشوفي الطريقة. اول حاجة هنقول بسم الله، ومعانا كوباية من لبن البودرة، ومعانا كوباية من السكر البودرة، ومعانا كوباية من الرز المطحون. المكونات دي ممكن تعملي نصها لو انتي مش حابة تعملي الكمية كلها، ممكن تعملي بس نص الكمية. اول حاجة كده هنحط كوباية الرز المطحون، طبعا ده رز عادي خالص. اهم حاجة ان انتي بتنضفيه من الحصو اللي بيبقى موجود فيه، وبتطحني بمعدل كوباية. ومعانا كوباية من السكر برضو المطحون، ومعانا كوباية من اللبن البودرة، ومعانا هنا 5 معالق كبار من جوز الهند، ومعانا كمان 5 معالق كبار من النشا اهو زي ما انت شايفة كده. وكمان معانا 5 معالق كبار من الكريم شانتيه ده. لو انت عندك كريمة خام مفيش مشكلة خالص، بتحطي برضو 5 معالق كبار منها. ومعانا هنا بقى بمعدل معلقة كبيرة من الفانيليا الباودر. طبعا بتجيبي اكياس وبتعايري معلقة كبيرة وبتنزلي عليها بالخليط كده. وهنا بنحط بقى 5 معالق كبار من السمسم، وبنقلب كل المكونات دي كده مع بعضها زي ما انت شايفة كده اهو. بنقلبها كويس جدا علشان كله كده يختلط ببعضه اهو. هنصلي على النبي كده يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. وطبعا ده فضلا من حضراتكم وليس امرا. الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه. يا رب كده فيديوهاتي اللي انا بقدمها لكم تكون بتعجبكم، وتكونوا كمان بتستفادوا منها. خلاص كده احنا خلصنا تقليب الخليط كويس جدا. هنبدأ بقى نعبيه في برطمانات كده. ما شاء الله، عايزه اقولك ان الكميه عملت لي كميه حلوه قوي، يعني ما شاء الله البرطمان ده كبير فاتملى زي ما انت شايفه كده. وكمان عملت برطمان تاني، بس انا هنا علشان التصوير فحطيتها كده في الفخار اللي انت شايفاه ده اهو. هنحط بقى طبعا كده معاه سوداني، طبعا انت بتبقي برضو واخده السوداني ده تحميصه خفيفه كده. هنحط كده عليه سوداني اهو، الكمية طبعا اللي انت حباها بقى السوداني ده، الكمية اللي انت حباها. وهنحط برضو شوية كده من جوز الهند. وكمان في تركاية كده انا حبيتها لان انا طبعا بحب جوز الهند جدا، بتبقى ريحتها قوية وطعمها كمان مع السحلب بيبقى حلو قوي. حمصت كده معلقتين 3 كده على النار، ونزلت كده على الخلطة بتاعت السحلب كده بمعلقتين الجوز الهند المحمصين دول. عايزة اقولك كانت ريحتهم جايبة اخر الدنيا. اهو كده خلاص احنا خلصنا كده. بصي الطريقة سهلة خالص والمكونات بسيطة جدا، وعملت لي كمية حلوة قوي تقضيني كده فصل الشتاء. وطبعا احنا بجد بنحاول كده نوفر، علشان دلوقتي اسعار الحاجات دي بقت غالية قوي، فاحنا بنحاول نعملها كده في البيت بطريقة سهلة وبسيطة كده. وممكن كمان تعملي نص الكمية لو انتي مش حابة تعملي الكمية كلها، ممكن تعملي نصها بس. هتعملك برضو برطمان حلو كده يكفي معاكي فترة طويلة اهو زي ما انت شايفة كده. بصي شكله وريحته عايزة اقولك حلوة جدا. بس انا المشكلة ان انا مش كان متوفر عندي اللبن، كنت عايزة اجربه معاكم، بس ان شاء الله هنجربه في فيديو تاني. عايزه اقولك بجد حاجه كده حلوه جدا في البيت، نضيفه انت اللي عاملاها بايديكي، وموفره كمان. بتمن كيس بس من اللي انت هتشتريه من بره هتعملي الكميه اللي انت شايفاها دي. ما شاء الله الكميه حلوه جدا، وبتحفظيه في التلاجة كمان، وبتاخديه منه على قد الاستخدام. وحاجه كده نضيفه معموله في البيت. اتمنى كده كل اللي يشوف الفيديو يجرب الوصفه بتاعت النهارده بتاعت السحلب.